صباح الخير. بمناسبة فصل الشتاء، في قصة قصيدة بالعامية كتبتها في مؤتمر المناخ اللي انعقد في مكتبة القاهرة الكبرى في الزمالك، وكنت معزوم وطلبوا مني إني ألقي قصيدة. قبلها طبعا كان في تنسيق وكده. دكتور ياسر عثمان مدير المكتبة والقصر في الزمالك، فأنا كتبت قصيدة اسمها مناخ امرأة على غرار شباب امرأة، وكانت خناقة يا إخواني بين السيدات وبين إن أنا لخبطت جامد جدا في المرأة في الأول، وبعدين قلت لهم اصبروا بس لآخر القصيدة هتتبسطوا منها، هتنبسطوا جدا. فقلت فيها مناخ امرأة. بين المناخ والمرأة صلة قرابة. مناخ بيبقى غريب والمرأة أكتر غرابة. بين المناخ والمرأة صلة قرابة. مناخ بيبقى قريب وهي أكتر غرابة. حتى في فصول السنة هتلاقي بينهم علاقة. الصيف بحر الهجير بيعمل جفاف تهجير، والمرأة تهجر تغير. حرارة مشاعر تحير فتكسر الأنبياء. ويجي الشتاء يخلي الخلق متكتفة ومتكلفتة، وهي أعفى من الشتاء، باردة وجامدة ومتثبتة. باردة وجامدة ومتثبتة. ولما يجي الخريف الكون يصبح مخيف. ولما يجي الخريف الكون بيصبح خريف، خريفها أكتر إخافة ويخوف العفريت. ولما يهل الربيع والجو صافي وبديع، بترسم عينيها ابتسامة وتبقى أيام عيد، والفرح ينقش خدودها بورد أحمر سعيد. يا رب خلي المناخ طول السنة في الربيع، ترضى علينا الأميرة لحسن نتوه ونضيع وندخل حزام المخاطر، زلازل عواصف رياح براكين، والعيشة تقلب سواد ونبات كلنا في